لو أنك حافظت على هذا الذكر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب تفوز ب7 في الصبح و7 في الليل، والواحدة منهن أغلى من كنوز الدنيا. هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجموع طرقه، وإن كان في بعض أسانيده ضعف. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر، أي بعد أن صلى الفجر، وهو ثان رجليه، أي قبل أن يقوم من محل صلاته، أما تغير هيئته فلا يضر، قبل أن يتكلم بكلام الدنيا، فهذا الذكر يكون متصلا بالصلاة والاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، يتصل الذكر بهن ولا يفصل بينه وبينهن بكلام أجنبي. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فشرط الفضل إتمام 10، وله بكل مرة 10 حسنات، والمجموع 100 حسنة، ومحي عنه 10 سيئات، أي أزيلت بالكلية كأنها لم تقع أصلا. هذا المحو، والمحو أعلى درجات العفو، كل مرة تمحى عنه 10 سيئات، أي تمحى عنه 100 سيئة، ورفع له 10 درجات. 10 درجات قال بعض أهل العلم أي عند الله، فتعلو منزلته عند الله. وقال بعض أهل العلم أي في الجنة، ترفع له 10 درجات بكل مرة، فالمجموع 100 درجة. وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، أي في حفظ من الآفات التي تصيب الناس، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. ولفظ النسائي: وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة،